إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. إيروج جمالا وتدلي من ببرينا الله حبيبي طبيبي بكويني مثلي تنادى ومنى إبراهيم نوح لولا زمام قاصد بكن راه مدينة قابا كتاتي بيرونا إلى رجاء إيدي من ديز المخربي بشرين إيدي من ديز المخربي بشرين قاصد جخدرا وابو تجبريل أميني بو بكر وعمر هارد جحبا تدنالين مقتول جفراقا تج عثمان وعليني مقتول جفراقا تج عثمان وعليني راديو تلفزيون جبان دويوان. قالي سيدالرا قالي مهواني عزيز معلومي ويا يعني أب مراسم وأب درس ومدرسة الحمد لله دبان صالح أخير لاد مملكة مدى زيادة دبن أبغانا أميدا مشخده هي إن شاء الله علامة إصلاحية علامة يعني الحديث كي في خمبر مدى معلومي ويا دبي إن أول دينكم يكون نبوة ورحمة إلى أن يشاء الله تابيز حديثي قصالت ميشتكم أول الدين والنبوة والرحمة حتى خدا حزبك أو دوامك ثم يكون خلافة ورحمة إلى أن يشاء الله دودة أيضا خلافة والرحمة حتى خدا حزبك أو يجي درباسفة
ثم يكون ملكا عضودا دو في ملكيته يعني خلافته برحمة را وعلامات بن مشاش ما هي خلافة حضرت حسن أف خلافة صونداي قدية دو يكون ملكا عضودا ابي ملكية وسلطنة نتام إسلامي نتام كفر وثم إلى أن يشاء الله أو حتى خدا حسبك ثم يكون ظلما وجبروتا دو في خلافة بالرحمة تاجي أي بذا الظلم وجبروت علماء إسلامي سواء عالمي عصري كل سلفي حديثي خبردن ظلم وجبروت زماني مدى جمهورية دست بكرية ظلم وجبروت معلومة أب ظلم وجبروت زي بإذن خذي دوامناك ثم يعود على سنة نبيكم پیغمبر خدا دبی پاشیه و بزرگ سر سنتا پیغمبر یعنی اب ظلم اب جبروت اب حقسیه اب ظلم الاسلام دوامنا که خوی دین خدا والعاقبة للمتقین خدا عز وجل قرآن کریم داد به انشالله امیدا مش خدا هی اب مراسم اسلامی وان مدرسه و وان توجه سیدالر ما عالم مکبر سر مدرسات سکن و درس تعلیمات هردن بإذن خدا علامته كسم يعود على سنة نبيكم امیدا مجرب عالم هيك او سنة پیغمبر او ديسا عوده و امته و زلت دا نامينه معلومي و اجا عالم پیغمبر مدوی العلماء ورثة الانبياء عجبا و مرتبه ماستر هيك عالم وارستيا پیغمبر ابكن خدا عز وجل دبي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت خدا عز وجل أمتك تقومك بيغمبر بوحي نشتي جوارا بيغمبر شانية چه درس و تعليمات دانوان أن يعبدوا الله من عبادة خدا بكن واجتنبوا الطاغوت دو الطاغوت ظالما ايك جريا دين جريا شريعة ريا قرآن در ديل دوان نچن يعني خدا عز وجل ve ders تعلیمات دای پیغمبری دای امت و انسانه ده حدیث کی دا تفسیر قرطبی دا در واسطه و مدیه تابع نسبت بال پیغمبر ورده علیه الصلاة والسلام پیغمبر خدا دبی هل ادلوکم علی الاجود التشویق و ابکم بال ان قنجا تابع پیغمبر جواب داد به الله الاجود ان اجود ان قنجا خدایه طبی خدا به کائنات خلق توفیق مردایش و خدمت اسلامی و خدا عز وجل یعنی جمرا که نصیب که ایمان کریه قلب ما ابیا ان قنجین الله الاجود و انا اجود ولدی آدم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ان اجود قنج اولاد آدم جی ازم پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام دبی و اجودکم من بعدی دبشتی مدا ان قنجی و پیغمبر خدا به من تعلم العلم و نشر علمه ایک علمی خویل و علمی خوشی نشر بکه معلومی و پیغمبر به حضرت علی رضی الله ان یهدی الله بیک رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم در روایت کرده من الدنیا ما فيها اگر یک انسان کی بسبب هدایت ببینه ولا ضلالت ولا اسلام ولا دین خدا قبول که جوارا جدبي صور ياخذ بتوني نعمة الدنيا قنستره إذا تابي معلوم يعني پیغمبر مدبي إيق علمي بخوينه ونشر علمه علمي خزي نشر بكي دنيا راج ملتي رابيجه يعني غير شكلن وظيفه پیغمبر بك وتبليغ بك معلوم تبليغ فرض هر كسيه دبي ياتي يوم القيامه امه يعني روجا قيامته او عالم او درجه امت كده ورح زورا خدا بني اب تعبير خدا عز وجل حضرت ابراهيم را گوتیا ان ابراهيم كان امه قانتا ابراهيم امت کی قانت تسلیم بوی ج امر خدا را بیا اجا انسان کی به علم بخوینه و به علم خو عمل بکه و علم خو نشر بکه او جي وك حضرت ابراهيم پیغمبر مد ياتي يوم القيامه امه لتقابلت درجه امت كده ده حضور خدا جبروي هواي قالي سيدا لرا قالي امتا يعني قالي مسلمانا قال امسر بي خدمت و خباطه علمي اي خوي مال بمال خو علم عالم بعلم خو و اذنيش كي بتشبو لسربان مدرسه علم تنبه حتى مثلا ابن مبارك دي روايات كده دبي قلت لولا العلماء ولكان الناس كالبهائم
اگر نج عالم به انسان ببن وک حیوان نعوذ بالله و مچابه خجی دیل مملکت مدا اینکه توپلم کی عالم نبانات نبن علمی نبیزن درس و تعلیمات و اخلاق اسلامی جوان نبیزن یعنی gerçekten belki hayvanacı خرابترن جبروی هوای یعنی خدای خیره و دیسا پر مظلم که خدا مو تبکه خدمتکار جوی کتاب خدا را مبکه خدمتکار جو سنت رسول الله را مبکه خدمتکار و فقه میراث کی مظلم ایرو دنیا تجه کتاب فقه تفسیر و حدیثه تبکی اثر عالم اسلامیه وان عالم خدمت اسلامی را کرده میراث وان مایه ایرو امزی بن خدمتکار و فقه اسلامی اف سنت پیغمبر و کتاب خدا عز و جل متوا موفق بکش خدمت قرآن را سنت رسول و فقه را لیسان تب سر شعباراتن سيدان مي محترم ميفان عزيز هجا چواكو امام شافعي رحمه الله قوتيه هناك دبيجن زمخشري قوتيه دشيارك خدا كو عشق خويا جبو تحصيل علمي إفادة كريه دبيجه سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي بلي أمجي وكوي لبلي جبوفي جفينا مبارك أم دبيجن جفينا عالمان جبوما جتمام جفيتن بيتر بقيمته ديتنا وجه عالمان جديتنو نهرتنا مالو ملكا بيتر بلزته نصيحتو شيرة عالما جتمام ثروت دنیای شیرین تره خدمت عالم و علمه جهر مقام دنیوی بلند تره بله ام گلک دلخوش و خوشحالن بوی جوینا مبارک جوینا جبو اجازه علوم اسلامی لورا علم نوره علم ثروت گران بهایه علم میراث پیغمبرانه علیهم الصلاة والسلام قدرين عالم عامل لنك خدا عز وجل قلك بلنده عالم وكستيرانه إنسان بوان هداية دبنو رياخ ناستكن إمام الشافعي رحمه الله ديسا دبيجه وخالط رواة العلم واصحب خيارهم فصحبتهم نفع وخلطتهم غنم ولا تعدوا عيناك عنهم فإنهم نجوم هدى ما مثلهم في الورى نجم بل بيقمان إسلام وعلوم الإسلامي بوسيلة علماء رباني كهشتنما عالم هذه أمتنا أمتا پریشان أمتا نخوش بريندار أمتا بسري وبلا ولا كدناف پنجن ياران ده دكه زار ancak به عالمان پیشیا خودی ببینه و روزگار بده چواک حتی نهاجی تجتماعی دیسا بسایا علمان و علوم کد مدرسه عند دین خواندن لپیامایه بلی مرهم و علاجا نخوشی و برین امتی عالمین ربانینه مهیویه که اف جوینن وها ببنه وسیله جبو پیشوچون و زیاده بون علمه ببنه وسیله محبت و احترامه هم ببنى وسيلة اتفاق وبراتية كقوين دنابنا مسلمان ده وببنى وسيلة سرف رازية أمتي إن شاء الله والله تاريخ دبي 100 سالي دا أن تاريخ خوش كج علمي را مساعدتي كرني فان سالي مي باشينن هما تشتي ما بشعب خدي ما نكاربو بخواندانا تي امكانه ما تنبون ما دوي فقيريه دا دوي امكان سزيه دا بدزي دبني مينا مغارادا خانيه بچوچك دا امكانات كتنبو ما ذكرن خداي تعالى او اخلاص و بركته و چاغي خوشك
عالم yetişmiş bun و خوشک daha hizmete ka ihlasi ka پر خوشک hebun. Ana Khudayê Teala ev imkanê hana dane me digel ku insanê wê çaxê bavê min Xwedê rehma xulêkê digo gavanê gund rojê nankî top dikir wî nanekî xwe jî daniyan dida feqiya. İro elhamdülillah bolğiye imkanatlar hene bina hene yani tu kesekî roja kıyametê nikare mezeret göstermiş bike herkes ji destê xwe nazkirina Xuda bi ilmê nazkirina Xuda bi ilim tune be nazkirina Xuda çêna be nazkirina ilim jî bi van medresaye. سيدي أبا القاسم يا رسول الله يا من له الأخلاق ما تهوى العلا يا من له الأخلاق ما تهوى العلا وما يتعشق الكبراء زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء فإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء وإذا رحمت فأنت أب أو أم فهذان هما في الدنيا هما الرحماء صلى عليك يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. قالي مهفان دلال قالي مشايخة قالي سيدا وانتفد بخير هاتن وضي تعالى عز وجل خيرا وجه بنفسيني لصحيفة أعمالي ودا بنفسيني قال لي جماعتي أم تشقص بحثا علمي وفائدة وي وأهميتها وي باور بك حديث وتعبير وعاجز بي وكيم بكي أما زيادة للسرفي قو إيرو حقيقة أمتا إسلام محاربة تمام جهات عدا من الداخل والخارجي أجر حربة فكري بي أجر حربة سلاحي بي إسلام إيرو وضعك قلكي زحمت دايا قلي جماعتي لوقت أف اجتماعيها أف جفينها زيدبونا للسر فائدة علمي زيادة عن فضيلة العلم حيويتك نشاطك قوتك ددي جنجما حكام مسلمانا إيرو دجمنة إسلامنا شخوا غرب جارك بايرقا نيارتي در حق إسلامي دراكريا أعواني و يونتمي مسلمانا أو جيجوانا بونا رهبر مع الأسف جارا منما إلا أف اجتماعها قال جماعتي جنج ما وقت قوفا سيدات بينن و عالمات بينن و أهميتها علمات بينن بطاقتك قلبي حيوي معنوي دي حسن أما ساجنا عندك قال جماعتي أما ساجة هاي قو عمري خدا بها أب رسالة رباني أب رسالة قو بيخمبر عليه الصلاة والسلام تكرارا ومرارا لسرسكنيا دفي أمجي دهازي دتربكن خد تعالى عز وجل تمام مشايخة وسيدة لنا راضي به قو إيرو بنا السند وقوت وحيوية خordara ve İslamiyet'e. İlim şöyle bir varlıktır ki bir havzadır, bir depodur. Mesela Allah muhafaza eylesin, bugün bir sıkıntı olursa, bugün beslenilen alimlerle, fakihlerle belki 70-80 yıl yani bu memleketin, bu diyarı bugünkü depoyla idare edilebilir. Yani bu ancak İslam dininde olan bir varlıktır. Zaten onlar çok defa Müslümanlara saldırmışlar, perde arkasında alkış yapmışlar, biz bitirdik demişler. Fakat 70 senelerden sonra tekrar bu din şah olmuş, şad olmuş, şahlanmış ve yücemiştir. Ve aynı zamanda gene de
Yani öyle bir dindir ki yeryüzünün ihtiyacıdır. Öyle bir ilimdir ki yeryüzünün ihtiyacıdır. Yani insanlar nasıl ki vücuden gıdaya lazım ise ruhen de bu ilme muhtaçtır bu insanlar. Dolayısıyla bir medrese alimi velev ki o kadar yani devletlerce onlara verilmiş bir rağbet yoktu, bir şöhret yoktu, bir hak yoktu. Tersine bunlarla alay edilirdi, istihza edilirdi. Ama bu yüce varlıklar ki Allah bunları yüce kılmıştır. Çünkü peygamberlerin varisleridir. Bunlar varlıkları toplum içerisinde mutlaka kendini var göstermiştir. Ve bunlarla velev ki kanunlar başkadır, sistemler başkadır ama bunlar toplumlarını İslami olarak besletmişlerdir. Bir 70 yıl civarında en azından veya 100 yıla yakın bu iş yasak olmasına rağmen gene de bu medreseler bu memlekette izan ve iman muhafaza etmişlerdir. Ahlak ve adab terbiye muhafaza etmişlerdir. Hakeza bir alim bir memlekette çok işi üstlenir. Mesela asker devlette askerlik yapar, polis polislik yapar, hakim hakimlik yapar. Lakin bir alim bütün bu işlerin üstesinden gelir ve bu işleri rahat rahat yerine getirir ve bir dava bir alimin huzuruna geldiği zaman, bir medrese alimi huzuruna geldiği zaman bir mahkemede 20-30 sene süremeçte devam ettiği halde bir alim onu belki birkaç saat içerisinde bitirir ve onları küskün olarak göndermez, onları barışçıl olarak gönderecektir. Ondan dolayı değerli misafirlerimiz, ustadlarımız, ilmin değeri mutlaka ve mutlaka yeryüzünde çoktur. Yani onlar da şu anda artık belki bunu anlamışlardır ki hakikaten bir sözle söndürdük ama bunlar var olduğu sürece bu iş sönmedi ve sönmeyecektir. Allah inşallah yardım edecektir. Biz müddemiz, süremiz uzanacaktır. Uzun süre içerisinde bu tedrisatlarımız yeryüzünde özellikle bu ülke içinde devam edecektir. Bunlar çoğalacaktır. Bunlar aynı bugünkü nasıl ki bir araya geldiler. Bunlar beraber istişare edecektir. Bunlar Müslümanların ne yapması gerekiyorsa onu yapalım diye beraber bir arada toplanacaktır. İstişareyle işlerini bitireceklerdir. Ve uzun bir zaman Müslümanları bir araya gelmelerine izin vermediler. Ama buna rağmen biraz önce de söyledim. Yani o 100 yıllık depo artık bitmedi, tükenmedi fakat onlar inşallah tükendi ve tükenecektir. Allahümme salli ala Haşemi Nebiyyir Risale Ebil Kasemi Allahümme salli ala Hatime Nebiyyir Risale Ebil Fatıma Allahümme salli ala el-Medeni Nebiyyir Risale Ebil Haseni Allahümme salli ala Ceddil Hüseyin Allahümme salli ala Resulih Makamun makam ve fihi Muhammed aleyhisselam Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahil qail İnnemâ yakhşallâhe min ibâdihil ulemâ ve salatullahi ve selamuhu ala menbe'il ilmi vel huda ve's-sâirûne bihim nahve'r rıda bihim kıvâmul ümmeti ve izzuhâ ve ileyhim terci'u davâiquhâ ve muşkilâtuhâ
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي نور بعين العلم مصباح أذهان الإنسان وعطر بنفحات حديقة العرفان رياض مشاعر الوجدان في صحائف أوراق الأغصان العليم بالبارز والمنوي والمحيط بالحاي والمحوي والخبير بالمنشور والمطوي وكل شيء عنده بحسبان. هو الذي أنزل بحكمته النسخة الكبرى على العالم الصغرى فأنتج تحرير المسالي وتقرير الدلائل وتذهيب الكلام وتقريب المرام وإحكام الأحكام وتصريف الأوهام وتجريد العقائد وتحديد المقاصد وتشييد مواقف المراصد. فسبحانه من إله علم آدم الأسماء وأرسل بروح المعاني خاتم الأنبياء وأسرح في روضة نخبة الأفكار ودوحة خلاصة الأخبار أنظار العلماء فعلموا الجاهل وقوموا المائل وفازوا بالرياسة الكبرى والسيادة الوقرى. فلا ريب أنهم ترقوا بمرقاة الحكم والعلوم واهتدوا بأنوار الشموس ولمعان النجوم فطلعوا أسماء اليقين بالله الملك القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الهيئة والأشكال أسنان مفاتيح باب علم العلي مولانا محمد الجلي نور الله مضجعه وجعل أعلى فراديس الجنان مرجعه بإجازته عن والده الشافعي الصغير في الفقه والتفسير مولانا الحاج عبد الله الجلي وهو عن والده الكامل البارع والفاضل الوارع أصلح العلماء وأعلم الصلحاء المجاور لبيت الله سند العارفين ومفتخر العالمين مولانا العابد الحاج كاك محمد أسعد بن عبد الله بن الجلي كان الله وليا لهم ولي بإجازته عن شيخه المنور قلبه بالنور الرباني صاحب الإشارات والمعاني سلطان العلماء عبد الرحمن أفندي الروزبهاني قدس سره النوراني عن أستاذه رديف المتقدمين وإمام المتأخرين صبغة الله أفندي الماوراني عن أستاذه الماجد ذي المعارس والمحامد مصطفى أفندي الزياري عليه رحمة الباري عن أستاذه العلامة الحبر البحر الفخامة صبغة الله أفندي الصفوي الحسين آبادي عليه رحمة الهادي عن والده ذي المفاخر الجليلة ذي المفاخر الجلية والآثار العلية الكبريت الأحمر إبراهيم بن حيدر عن والده صاحب التصنيفات الفائقة والتأليفات الرائقة العلامة الأوحد حيدر بن أحمد عن والده خاتمة المتأخرين وزبدة المتبحرين العلامة الأكبر أحمد بن حيدر عن والده الأعلم الأفضل حيدر الأول وهو تلميذ شيخ الإسلام والمسلمين مولانا زين الدين الكردي البلاتي تلميذ نصر الله الخلخالي تلميذ مولانا ميرزا جان تلميذ خواجة جمال الدين الشيرازي تلميذ المولى المحقق جلال الملة والدين محمد بن أسعد الصديق الدواني تلميذ والده الرباني أسعد الصديق الدواني. الله صلاة الله سلام الله عليك يا نبي الله صلاة الله. جبوی کو ملا عبدالسلام گل اجازه خوش دست سیده جبوی کو ملا المدينة مرحبا يا خير الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة. جبوی کو ملا جمال کشی اجازه خوش دست سیده ملا حسین تاش دمیر اجازه خوش دست مفتی چناره سیده ملا فرید بگره سیده حضور غازی برادی. الشكر علينا نيات الوداع